الدنيا البعيدة ناس زيي وزيك قدروا ياخدوا الخط ويبدأوا بأفكار ملهمة ويوصلوا بيها لنجاحات في الدنيا بتاعتنا. النهاردة هيبقى معايا ضيفة جديدة وضيفة ملهمة هتفرق معانا وهتحكي لنا حكايتها ورحلتها. وبرضو لكل الناس اللي أول مرة يسمعونا، أنا دعاء العدلي، بزنس منتور ورائدة أعمال، وبقدم البرنامج ل5 موسم ولله الحمد. برنامجنا والضيوف بتوعنا هيلهموكوا جدا. ضيفتي النهاردة ضيفة مميزة جدا، دكتورة أسنان في الأصل، باحثة دولية في علم الأسنان، ولكن البزنس بتاعها أو البراند بتاعها حقيقي خد فكرة ملهمة جدا. قررت تعمل حلوى أو ديزرت للأطفال بحاجة ما تسوش أسنانهم. التسوس والكلام ده بيبوظ الدنيا معايا، ولكن الفكرة في حد ذاتها بحكم خبرتها كدكتورة أسنان إنها تعمل براند زي مستر جوي فرق كتير جدا معانا ومعاكم. ضفتي دكتور يسرى. يا أهلا يا دكتور. صباح الخير يا دعاء، عامله ايه؟ صباح الجمال، منورانا في الاستوديو. بنورك، ربنا يخليك يا رب. سعيدة بوجودك معنا وانا جدا. اسعد كتير كتير كتير. اوكي، هنطلع نسمع اغنية جميلة ونرجع نسمع القصة الملهمة بتاعت دكتور جوي ودكتور يسرى ونعرف منها ايه الاخبار وعملت الفكرة دي ازاي. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حتة واسمعونا. يلا بينا. ورجعنا لكم مع ضيفتي دكتور يسرى محمد. يا دكتور، عرفينا بقى انت عن نفسك، مين هي دكتور يسرى من وجهة نظرك غير اللي انا قلته للناس؟ صباح الخير الاول. يا صباح الجمال. انا اسمي يسرى محمد. زي ما قلت يعني انا خريجة قصر عيني اصلا، ماجستير ودكتوراه، ودرست في الجامعة الامريكية بعد كده طب الاسنان قصر العيني. وبعدين بقيت دلوقتي يعني ببقى سبيكر في انترناشونال كونفرنس بره وهنا الحمد لله، بس في مجالي برضو. وبعدين انا برضو ممبر يعني في الاكاديمية الدولية للبحث العلمي.
ومن خلال الريسيرش اللي انا بشتغله وبشرف على طلبه وبدرس في الجامعه، الحمد لله مخرجه يعني دفعات كتير الحمد لله 10 دفعات. فلقيت في نص الرحله كده انا عندي حته بيزنس كده، بس كل شويه حد يقول لي على فكره انت عندك افكار بيزنس حلوه قوي، بس كنتش عارفه ابروسيد. فحاولت كتير، بس السنه دي كانت مختلفه بالنسبه لي عشان انا I took the serious step اللي انا كنت نفسي اخدها من زمان جدا. انا اصلا ما عندي كمان باشن بشغلي الحمد لله، يعني انا طب اسنان اطفال، فتخصصي اطفال صبح وبالليل، عايشه حياتي معاهم على طول. فالتشالنجز يعني all the time يعني. بس كنت دايما كل ما حد يجي لي العياده، احنا كل يوم ما ينفعش ناكل سويتس، ما ينفعش ناكل سكر، واقعد اعمل لهم في سكادجولز عشان يحطوا لي اساميهم ان احنا غسلنا الصبح غسلنا بالليل. فحسيت ان هو انا قاعده اقول لهم لا طول الوقت وكل يوم حتى ولادي، بس انا ما بقول لهمش ايه الحل، ايه البديل. انا قلت اوكي نو، طب ما هو في الاخر نو اند ذن عمرهم ما هيلتزموا. حتى ولادي، ما انا برضو ام يعني وعندي طفلين عايزين طول الوقت ياكلوا سويتس، وبرضو انا بقول لهم نو. انا ولادي ما كلوش المصاصه من يوم ما اتولدوا. واو. فده بالنسبه لي كان تشالنج، لان انا شخصيا بحب المصاصه، وما انا كمان ما اقدرش اتكلم على بعض كلنا. فلا يعني الموضوع كان صعب قوي يعني. فده تشالنج كبيره، دي تشالنج رهيبه بالنسبه لي وصعبه جدا يعني. بس دي about me يعني regardless of البيزنس يعني. اوكي. وايه بقى سر تميز دكتور جوي، وجات الفكره منين؟ اوكي، الفكره اول حاجه ابني موصيني ان لازم الناس تعرف ان هو اللي سمى دكتور جوي. يا روحي. موصيني جدا، وهو فعلا سمى دكتور جوي. الفكره جات لي ان انا كنت اوريدي بعمل ابحاث اصلا بغض النظر عن البيزنس في الحاجات اللي هي بتقلل البكتيريا وبتسبب التسوس والحاجات دي كلها. والفتره دي كانت من فتره طويله، يعني انا كنت الحمد لله دايما باخد توبيك ما حدش عمله قبل كده خالص اتقول في مصر وبشتغل عليه. التوبيك الاولاني ما عرفتش قوي او ما موله، يعني ما حدش عرفتش انتشر فيه في مصر يعني. فجالي زي ديبريشن، يعني اللي هو انا مش عارفه اكبر، مش عارفه متكتفه يعني. ده اللي انا عايزه الناس تعرفه برضو، ان اتوز على فكره من سنين كتير، وكان طول الوقت ده حاجه جوايا متضايقه ان انا عايزه اعمل ده. بعد كده وانا بعمل الريسيرش الجديد حسيت ان هو طب ما اكيد في حل نعمله للاطفال، يعني اكيد انا شغلي صبح وبالليل مع اطفال، فاكيد انا محتاجه اعمل لهم حل. بدات اشتغل بقى السنه لو نص اللي فاتت كانت تشالنج فظيع بالنسبه لي ان انا اعرف اعمل اصلا الكلام ده، وهل ده صح ولا غلط، وهل لو انا عملت البراند ده اصلا هينجح ولا مش هينجح. واكيد كواحده بتشتغل ميديكال فيلد بقالها سنين ما تعرفش اي حاجه عن البيزنس وما عندهاش اي باك جراوند انفورميشن، كنت خايفه. وكانش عندي سبورت، عشان برضو الناس تبقى عارفه ما كانش فيه سبورت، فوي هاف تو هايلايت دي. فحسيت ان هو طب انا هشتغل شويه عليها لغايه لما اظبط، وبعدين اتاكد من الحاجتين اللي انا كنت من وجهه نظري شايفاهم. اتاكد من الكاستمر في الماركت، الناس دي عايزه الكلام ده ولا لا، في هنجري كاستمر اصلا، وهل في احتياج للبرودكت ده اصلا ولا لا جداً. وده طبعا انا ما كنتش عارفه ان ده في البيزنس اصلا، واتاكد من ده لازم يبقى في نيد عشان ابيع برودكت صح يعني. طبعا ده بيكو بس مش فينا احنا مش عارفين. وتاني حاجه كنت بقى رازل ستاتي، ما انا عايزه اتاكد برضو، ما انا لازم لما ادخل على حد لازم ابقى عارفه انا صح ولا غلط. فكنت بتاكد من ناحيتي انا العلميه ان الكلام ده فعلا بيسبب تسوس ولا لا. وولادي بدات بيهم. احنا جربت الاول في ولادي ما بيحبوش الفاكهه، ولادي ما بيحبوش الاكل الهيلثي خالص، وزي كل الاطفال. فكنت دايما عايزه اشوف لهم طب ايه رايكم في ده. فجربت اول تجربه السنه اللي فاتت، لقيتهم حبوها جدا، والذو ما بيحبوش اي حاجه طبيعيه يعني. طب انا حبيتي قبل برضو ما تحكي الحته دي احكي للمستمعين دكتور جوي فكرته ايه. اوكي، يعني حابه ان انت تهايلايتي يعني مين دكتور جوي او ايه البرودكت ده اصلا. اوكي، وعايزه اقول برضو حاجه ثانيه. يعني الفكره برضو جات لي عشان انا بدخل عمليات تخدير كل الاطفال، فالاطفال اللي بدخل لها بتبقى من سنه و8 شهور اكتشلي، هم لسه مش عارفين يتكلموا واسنانهم كلها مسوسه. فالموضوع ده انا اوريدي بخش مؤلم جدا ومكلف جدا، وفي نفس الوقت انت مثلا ممكن تبقي داخله عمليه السنه دي، يجي السنه الثانيه اللي بعديها نفس الطفل تاني جاي له تسوس جديد في اسنان جديده ما اتعملتش في التخدير ده بسبب نفس الحلويات. الجد والجده امباكت فظيع الحلويات، الاب بيجي من الشغل الحنيه اكل مجتمع مصري يعني سويتس وشوكولاته مش بيقدروا يعملوا. فغايه لما مره كده بقى يعني اللحظه دي حسيت ان انا لازم اتحرك. كانت بنت عندها 3 سنين او اصغر، قلت لها ما ينفعش بقى خلاص هناكل الكلام ده كله، لازم هنقلله ونعمل سكادجولي. دكتور دي اكتر حاجه بتبسطني يا روحي. هي الجمله عاديه جدا بس بجد هي بتقول لك هعمل لك هايلايت للبروبلم واضحه، هي دي اكتر حاجه بتبسطني، مش هينفع اوقفها طبعا. فده اللي خلاني ابدا افكر بقى في دكتور جوي.
دكتور جوي هو ايه بقى؟ انا بدات اعمل فورمولاز او العب في الفاكهه وحاجات تانية غير الفاكهه بس كلها من النباتات، ان انا احاول اعمل سويتس او زي بديل للكاندي والمصاصات والحاجات اللي الاطفال بتاكلها في السوبر ماركت. بس الحاجات دي بقى انا ما حطيتش فيها ولا الوان ولا اضافات ولا مواد حافظه ولا طبعا سكر، وباكد ما فيهاش سكر علشان في ناس تانية محتاجه تاكل الحاجات دي، يعني مرضى اخرين من هي الاطفال. سكر فاكهه فقط، هي سكر الفاكهه الطبيعي فقط زي ما هي بالظبط كده، سكر فاكهه فقط. وطبعا سكر الفاكهه اكيد مش هيبقى مضر زي سكر السكروز اللي هو اصلا المصنع اللي احنا بنقول عليه عندنا في الاسنان الارش كريمن اللي هو مجرم الفك، لان ده اكتر حاجه بتتحمض سريعه جدا، بتقعد في البق بتسوس بطريقه عاليه جدا. الفركتوز انت كده كده محتاجه فاكهه. الفاكهه دي بقى غير انها بديل للفاكهه، فيها مينرالز وفيها فيتامينز وفيها معادن. انت اديتي له فاكهه في صوره مواد حافظه، ما فيش مواد حافظه، ما فيش الوان. مش بس كده، وفي برودكتس بقى تانية حتى ما فيهاش برضو فركتوز وكده، بس هي كلها حاجات بلان بيست. حلو جدا ما شاء الله. هي الايديا حلوه، الايديا ملهمه. انت عارفه رايي في الفكره من بدري. لا بس دي حلوه جدا. طب تشالنجينج يعني، هي تشالنجينج كتير. طب قابلتي التشالنج دي لما نزلتي الماركت ازاي؟ بصي هو الاويرنس بتاع الكاستمر، يعني احنا دايما بنقول ان بدل العميل مش عارف ايه البرودكت مش هيقرب منه لحد ما اشرح له ده هيفيده ازاي. بصي اول حاجه بس عايزه اقول للناس ان انا لما بدات انا كنت بجد لوحدي خالص، وكانت الناس كلها شايفه انت بتعملي اصلا بيزنس ليه؟ ما انت اصلا دكتوره وشغاله وناجحه جدا في مجالك ومعروفه بره وجوه، اللي انت بتدي انترناشونال كونفرنسز وخلاص. واي يور سيكينج حاجه اصلا مختلفه، بس في باشن كان جوه كده، كان لازم هيطلع مع حد او مش مع حد. فانا معلش انا كانوا الناس ممكن يكونوا مقربين او مش مقربين، بس انا عايزه اقوله ان لو انت بجد في حاجه في دماغك وعايزه تعمليها، اركني كل الناس دي على جنب، بصي لقدام، كملي، مالكيش دعوه بقى باي حاجه. الله، ما هو ده بقى السؤال اللي كنت هسألك عليه. ايه اكتر تحدي مر عليكي؟ هو التحدي ده طبعا ان انا كنت مش عارفه اي حاجه في البيزنس، مش عارفه بنعمل ايه في البيزنس. انا بدات البيزنس ده في 10 ايام، يعني انا مش قادره اصدق انا عملت كده. انا عملت براندنج وديزاينز ولوجوز ودخلت اول ايفنت بقلبي في 10 ايام ما كنتش بنام فيهم. كانت فرصه ليا ان انا في ايفنت هدخله، انا قلت هعمل براندنج لنفسي، هدخل يعني هدخل تحدي. كل الناس قالت لي انتي مش مستعده، ما تنزليش دلوقتي. قلت لهم انا هدخل واتقفر، مستعده مش مستعده، انا داخله الايفنت ده. تحدي ولا اراده يا يسرا؟ اراده. يس، اراده الله. اراده اكتر، وكان تشالنج طبعا. بس قلت ساعتها انا مش نازله بالبرودكتس اللي انا عايزه اصلا، يعني نازله بيه دلوقتي. حتى انا نزلت قلت افكر ان انا هعمل براندنج واشوف الناس عايزه لا ولا، يعني بدل ما ابدا على الفاضي اعملي تيست، تجربي شوفي الناس عايزه ايه، هل الناس هتستوعب اصلا مش هتستوعب. بس طبعا تشالنج ان انا كنت لازم انزل بنفسي، محدش كان قادر يشرح للناس غيري، فده كان مجهود بالنسبه لي كوقت. ان انا عندي برضو بدرس، وان انا عندي عياده وبشتغل حاجات تانية كتيره جدا، ومامي وعندك بيت واولاد، فانا الناس بتسميني حواليا المالتي تاسكينج وومن. ما شاء الله ما شاء الله عليكي، مسميني السوبر يسرا. بس طبعا ده كان مجهود على صحتي، يعني من التشالنجز اللي انا تعبت جدا قوي قوي في الفتره اللي فاتت دي عشان اجاهد، عشان انا حاسه انا داخله حرب لوحدي، فده كان تشالنج عالي قوي بالنسبه لي. بس التشالنج طعمه حلو. لما نزلت بقى الماركت اول يوم انا فوجئت، ليترلي انا فوجئت. انا لقيت كميه ناس ما اعرفهاش تماما. ايه ده، انتوا ازاي كده، الفكره حلوه قوي، بليز كملي، بليز روحي، بليز هنشجعك. انا ما توقعتش ان الناس الماميز بجد they supported بصوا السبورت سيستم بتاعي كان ماميز والله فعلا. ويعني انا بشكرهم، بس فعلا هم الماميز دلوقتي اللي خلوني النهارده هنا. واو، الله، سيريسلي والله فعلا بجد. يعني كميه المسجز اللي كنت باخدها وكميه الناس، انا في قعدت تدور علينا بعد الايفنت ده، بنتها قالت لها مامي ما تروحيش البيت غير لما تجيبي لي دكتور جوي. وانا كنت لسه مش معروفه، فهي مش عارفه تجيبنا منين، لغايه لما شافتنا بالصدفه قالت لنا انتوا عارفين انتوا عاملين لي مشكله في البيت قد ايه، انا عايزين دكتور جوي بقالنا شهر. بس يعني دي بريف ستوري كده يعني. It's a great challenge. انا حاسه ان انت الستبس بتاعتك انا عارفه الفيدباك بس دايما يعني بحسك لا الاصرار اللي عندك والتحدي لكل حاجه، طالما انت مصدقه في حلمك. وده دايما اللي بقوله، صدق في نفسك تتصدق، الناس كلها هتصدقك لما انت اول حد تصدقي في نفسك. انا قلت لك الكلمه دي قبل كده، فيعني برافو، سوبر، انا شابوه والله، انت عارفه رايي. ثانك يو والله. طيب قبل ما نسال السؤال الجاي ونكمل مع بعض حلقتنا، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل. اوعوا تروحوا في اي حته.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعايا دكتور يسرا في الاستوديو. احنا اتكلمنا عن فكرة البيزنس وعن الأفكار وقد ايه انت الإرادة والتحدي فرقت معاكي في الدنيا بتاعتك. زي ما احنا متعودين في سنة أولى بيزنس، بحب أي ضيف ملهم يقول نصيحة لكل حد عايز يبدأ بيزنس. ايه النصيحة اللي تقوليها للمستمعين اعملوها، وايه النصيحة اللي تقول لهم حاسب المطب اوعوا تعملوا الحكاية دي؟ اول نصيحة طبعا ان انت تيك ذا ريسك. يعني لو حد مش عايز يعمل ريسك وهو مش الشخصية دي، مش هيعرف يكمل. في ريسك في ريسك، you never know ايه اللي هيحصل. ممكن يحصل بوزيتيف ممكن يحصل نيجاتيف، بس انت if you didn't take the risk هتفضل زي ما انت ما بتتحركش مكانك. حتى لو الحتة دي مش حتتك، وانا بقول اهو الحتة دي ما كانتش حتتي، بس انا ذاكرت وتعبت وحاولت اقرا وحاولت اشوف ناس كونسلت ناس يعني وكده، فده ساعدني جدا بجد. يعني اول حاجة. تاني حاجة، حتى لو ما لقيتش سبورت، انت عندك ربنا هو السبورت. انت طول ما انت عندك ربنا مؤمن. انا كنت بصلي وبدعي، ويعني ما كانش عندي حاجة اقول يا رب لو انا صح خليني اكمل، لو انا غلط يا رب خليني اوقف، عشان انا فعلا كنت خايفة من جوايا. انت واحدة بس بتعملي كل حاجة لوحدك. ربنا 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 الكونكشن بربنا دي بالنسبة لي يعني، او بالنسبة لأي حد فيكم يا جماعة، هي دي اللي هتخليكم تكملوا اصلا او ما تكملوش. تاني حاجة، لو الناس كلها حسيت ان الناس كلها بتنصحك في حاجة وهم بجد خايفين عليك وانت مش شايف الحاجة دي، ما تعاندش. ساعات العند بيخلينا نغلط. فكر واعمل اناليسز للمشكلة دي بتاعتك الاول، وشوف لو هي فعلا انت غلط، ارجع ورا وصلح غلطتك وكمل تاني. حلو جدا. يعني دول اهم 3 حاجات. الله، كلام عظيم. يعني عايزه اقولهم لا يعني بجد حلو يعني. جدا. وطبعا الاراده يعني ما عادي على فكره بنقع. ما يعني انا على فكره الفورمه اللي انا كنت شغاله فيها دي، على فكره انا قعدت 1.5 سنة يعني بفشل فيها. كل حاجه بتبوظ وبجيلي اكتئاب وفعلا كده، بس بتعيدي وتشتغلي وتجربي تاني واشتغل واصحى وانام وانا بحلم بيها عشان افكر في حاجات تانية اروح اعملها. واصحى من النوم اكتب عشان ما انساش. يعني الموضوع كان بيجيلي في احلامي والله من كتر ما هو في حلقه يعني. بس في الاخر يا جماعه والله عادي، احنا بنقع كلنا، بس في الاخر هنقوم. يعني هو احنا نفضل واقعين. حلو جدا. يعني I'm so proud of you. ده اللي اقدر اقوله لك طول الوقت. وانا بحبك والله. الله يسعدك يا يسرا، جميله انت. طيب دايما كل واحد فينا عنده فاليو كبيره بيحققها من خلال البرودكت او من خلال فكره البيزنس بتاعته اللي بيقدمها في الماركت. فانا دايما بسال على حته الفاليو. انا حاسه ان انت عندك فاليو كبيره ورا البرودكت. دي حقيقه. بصي، هو الفاليو بصراحه يعني ممكن ما يعجبش يعني، او الناس تقول ايه ده هي ازاي كده، بس انا الفاليو بتاعي regardless بقى of the business خالص والفلوس وكده، يعني عادي كل الناس بتعمل بيزنس وكل الناس بتكسب، بس انا عايزه لما اموت ابقى سبب ان الناس كلها تفتكر ان انا فدت الناس دي بحاجه تانية مختلفه تماما. انا خليت الاطفال اللي عندها سرطان او لا قدر الله حبايبي ربنا يحفظهم، اطفال اللي عندها سكر، اطفال كتيره قوي قوي قوي، انا صعبان عليا ان بره عارفين يحافظوا على نفسهم. طبعا عندهم نسبه تسوس عاليه برضو كل حاجه، بس هم عارفين يحافظوا، عندهم الهيلثي مايند سيت بدا ينتشر. فاحنا ليه احنا مش صغيرين على فكره، احنا بنعرف نعمل كل حاجه. احنا محتاجين نتبنى الهيلثي مايند، واحنا محتاجين نعرف ونفهم. احنا مش قليلين برضو على فكره، وعلى فكره هم مش يعني احنا احسن بكتير، بس الفكره ان احنا عايزين حد يفهمنا. فانا عايزه ادخل داخل الدكتور جوي. انا مستعده جدا ان انا اعمل اويرنس فور اي حاجه، لان انا بعمل اويرنس الاطفال كده كده. عايزه اخلي الناس فعلا تتغير، عايزه الناس تبقى بتفهم ان ده غلط على صحتكم. انتوا يا جماعه الاب والام اللي بيقدموا سويتس ده، انا عارفه انك بتقدمها از حب في ابنك، بس فكر ان الحب ده ممكن يكون حب مضر، مش حب صح. فعشان كده الفاليو بتاعي كانت الناس، عايزه الناس بجد تحس بقيمه البرودكت دي، حتى لو هم هياكلوا حاجات غلط تانية، على الاقل انا قللت حاجه واحده من الغلط اللي هم بياكلوها. لما امشي بقى خالص ابقى فعلا عملت اثر، وده اللي انا عايزه فعلا، عايزه اعمل اثر في المجتمع، وولادي في الاخر يبقوا فخورين بيا ان انا عملت حاجه فادتهم وفادت كل اللي حواليهم. الله، يعني انا بتكلم صراحه يعني. والله ده يعني ده فاليو كبيره قوي يعني، وحقيقي انت بتسبريد الفاليو دي طول الوقت يعني. بتقولي يا رب يا رب بس ينولهاني يعني، يا رب. حلو قوي. طب وايه جديد دكتور جوي الفتره الجايه؟ الجديد بقى دكتور جوي ان شاء الله باذن الله ان انا عايزه اشتغل على البرودكتس بقى التانية الجديده اللي انا كنت بقول عليها. طبعا هي بس ناقصني شويه حاجات اكملها، وطبعا انا بسجل براءه اختراع خلاص عشان يبقى ليا الحقوق كل الحاجه. ده اهم حاجه، وطبعا ده اهم حاجه جدا اتعلمتها منك. ايوه دي مهمه، دي حقك. انا عملت كرييت لحاجه وحاجه انا تعبت فيها، ليه ما اخليش الحق بتاعها بتاعي؟ بالظبط، دي مهمه جدا. فدي مهمه جدا وتعلمتها منك. انا بقول للناس اهو
اهو بصراحه يا جماعه. انا خدت رايها في كذا حاجه قبل كده، وهي بصراحه ربنا يبارك لها يعني. هي كانت من الناس اللي ملهمتي في فتره الدبريشن بتاعي، يعني اي ادميتد يعني. ان شاء الله بقى هطلع بالتو برو. انا كنت كل فتره دي بسخن، احنا بنسخن لسه، فالجديد بقى جاي ان شاء الله. بس ادعوا لي عشان يتم على خير. لا ان شاء الله يتم على كل خير يا رب. وكل الناس تعرف عن دكتور جوي. يا رب يا رب. وبجد هي الايديا نفسها ملهمه للولاد. اوقات الواحد بيستثمر في صحته بالظبط كده، فمهم قوي ان انا افكر قبل ما اكل اي حاجه بالزبط. انا هحط ايه في بقي، دي هتعملي ايه لطفل صغير لحد ادلت، لكل الناس صح. لان اتس مايند سيت. زي ما احنا بنفكر نعمل ايه صح وما نعملش ايه، نعيش يعني نشوف الدنيا حوالينا ازاي، بنفكر في كل حاجه. لازم اكلنا وشربنا نبقى عندنا الاويرنس بيه. فانا حاسه ان دي فاليو كبيره قوي قوي الناس محتاجه تعيشها. يس ات از يعني يا رب بس الناس فعلا تبدا تتفهم هذا الفاليو. والصحه دي حاجه مهمه بجد يا جماعه. والله المواد حافظه دي وحشه جدا. وكل يوم الاطفال، انا يعني كنت قلت قبل كده، بس يعني انا عايزه اقول لكم بس ان احنا واصلين 60% تسوس في اطفال المدارس، وواصلين يعني رقم كبير جدا في مرضى السكر، واصلين ل 125,000 طفل بيموتوا كل سنه بسبب اكل له علاقه بالمواد الحافظه. فوي هاف تو ستوب يعني يا جماعه، وي هاف تو ستوب بجد. كفايه بجد. احنا اطفالنا دول حاجه، واحنا كمان لينا فاليو. ربنا حاسبنا على صحتنا على نفسنا صح. حتى لو احنا مش انا بتكلم في سويتس ولا حاجه حلوه وبس، في اكل تاني غلط، على الاقل نبدا نفكر هو ده صح ولا هو ده غلط. طب ايه البديل بتاعه اللي انا اقدر اعمله؟ نصلح علاقتنا بالاكل ونغسل سناننا يا جماعه، عشان غسيل السنان 3 مرات في اليوم ده اهم حاجه يا ولاد. هي لازم تقول محدش يجي يقول لي بس ايه، طب انا لو غسلت سناني وكلت حاجه غلط، لا ما ينفعش تغسل سنانك يعني ما ينفعش، ده مش اوبشن. هناكل حاجه غلط حاجه واحده بس، لازم نغسل سناننا بعديها لازم. صح جدا. الام والابن يعني اوكي، ما ينفعش الام تيجي تقول لي اصل انا بسيبه يغسل سنانه لوحده، لا ما ينفعش ابنك يغسل سنانه لوحده، لان هو مش هيبقى عارف الدايركشن المظبوطه زي ايدك بالظبط ما بتغسليها له. لا لليفل معين، لسن معين، لغايه لما يكبر يعني، لغايه لما يعني 6 سنين. انا هم بيغسلوا من 3 سنين لوحدهم، بس انا بعمل على جايدنس ان هم بيكروتوا فبيجوا مسوسين عشان الام ما كانتش شايفه. وتشيك اب يا جماعه، نعمل تشيك اب كل 6 شهور عشان نتجنب الكوارث اللي بتيجي في الاخر. لا صح، عشان ما نسيبش الحاجه لو اتعالجت بدري بالظبط هتقلل الوجع كتير من هتقلل فلوس، وهتقلل يعني كل وتريتمنت كل حاجه. the earlier the better. الله. يعني عارفه برضو دكتور السنان ورانا لا لا انا من الناس اللي بحب اركز في التفاصيل اصلي، فبيفرق معايا قوي. يعني انا عايزه اشكرك جدا على وجودك معانا النهارده في سنه اولى بزنس، وحقيقي حلقه ملهمه قوي. ان شاء الله الناس اللي ما سمعوهاش هيرجعوا يسمعوها على الويب سايت بتاعنا ويشوفوا اللايف بتاعنا باذن الله، ونتقابل باذن الله في حلقات جايه كتير طبعا ان شاء يعني الله. بيسعدني دايما ان ورا كل منتج قصه ملهمه متميزه بتخليه حاجه فريده في عقول الناس. فاسمعوا القصص الملهمه، والهموا وافرقوا انتوا كمان، وخدوا خطوه في دنيتكم، هيبقى ليكوا الاثر، وهتعملوا اثر زي دكتور جوي وزي دكتور يسرا محمد باذن الله. وشكرا ليكم، شكرا لكل اللي سمعونا. نشوفكم ان شاء الله الخميس الجاي 11 صباحا، وسنه اولى بزنس ودعاء العدلي. اشوفكم على كل خير.